واش فراسكم باللي واحد الكنز كاين في كوزينات كل واحد فينا، ولكن الأغلبية كيعاملوه غير كعطرية عادية؟ هاد المكون قادر يبدل صحتك للأحسن، ينقي ذاتك ويقوي مناعتك بطريقة عجيبة، ولكن إلا تستعمل بطريقة غلط يقدر يرجع بالضرر. بغيتي تعرف أشنو هو السر الصحيح لاستعمال سيدي سكينجبير؟ خليك معايا حتى الآخر. السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الزنجبيل او كما كنقولوا ليه بالدارجه سكينجبير. هذا الجدر العجيب ماشي غير باش نبننوا به الطاجين ولا الدجاج. سكينجبير راه كيتعتبر من اقوى النباتات الطبيه اللي عرفها التاريخ، وتستعمل في مختلف الحضارات لعلاج بزاف ديال الامراض. واليوم غادي نكشفوا الاسرار ديالو، الفوائد اللي تبتتها العلم، وكيفاش نقدروا نستافدوا منه بلا ما نضروا صحتنا. اول حاجه، علاش سكينجبير عنده هاد الشهرة كاملة؟ الجواب في مادة سميتها الجينجيرول، وهي المركب النشيط اللي فيه كيعطيه ديك الريحة والمذاق القوي. وأهم 4 الفوائد ليه هي: أولا، صديق الجهاز الهضمي وعدو الغثيان. إلا كنتي كتحس بالمعدة مروعة خصوصا في الصباح أو في السفر، سكينجبير هو الحل. الدراسات بينات باللي هو فعال جدا في تهدئة المعدة وتخفيف دوار الحركة، وكيعاون الهضم يدوز بسلام ويحيد الغازات والانتفاح اللي كيبرزدونا كاملين. ثانيا، مضاد قوي للالتهابات والألم. الناس اللي كيعانيوا من حريق المفاصل أو الركابي أو حتى آلام العضلات من بعد الرياضة، سكينجبير كيلعب دور مسكن طبيعي. المداومة عليه بطريقة معتدلة كتنقص من حدة الالتهابات في الجسم، وكاين دراسات قارنته ببعض الأدوية المسكنة المعروفة. ثالثاً، تقوية المناعة ومحاربة البرد. فاش كيضربك البرد، أول حاجة كتفكر فيها هي كاس داتاي بسكينجبير، وعندك الحق، حيث كيعاون الجسم يعرق ويخرج السموم، وكيخفف من الكحبة واحتقان الحلق. هو بحال شي شوفاج داخلي كيسخن الذات وكينشط الدورة الدموية. رابعاً، ضبط السكر وصحة القلب. بعض الأبحاث الجديدة لقات بلي السكينجبير يقدر يعاون في التحكم في نسبة السكر في الدم عند الناس، ويحسن من صحة القلب بصفة عامة عن طريق تقليل الكوليسترول الخايب. طبعاً هادشي بالموازاة مع الرجيم ديالك والدواء إلا كنتي مريض. دابا السؤال المهم، كيفاش نقدروا ندخلوا سكينجبير في نظامنا الغذائي اليومي؟ عندنا 2 أنواع، سكينجبير الطري الخضر وسكينجبير الغبرة اليابس. الطري كيكون المذاق ديالو مجهد ومنعش وفيه زيوت أكثر، أما الغبرة كيكون مركز وكيتستعمل غالبا في الطياب. أسهل طريقة هي مشروب الزنجبيل، كتحك شوية منه وتخوي عليه الماء طيب. ممكن تزيدوا مع العصير، خصوصا عصير الليمون، البرتقال والجزر، كيعطي واحد النسمة واعرة وطاقة فورية. وطبعا في الطبخ المغربي ديالنا مع الدجاج، اللحم او الحوت، ولكن حاول تضيفه في الاخر باش تبقى الفايده ديالو. شحال الكميه المسموح بها؟ ما خصناش نفوتوا القياس. بالنسبه للناس العاديين ما بين 2 حتى 4 غرام في اليوم، يعني تقريبا معلقه صغيره عامره موزعه على النهار كامل كافيه جدا. الزياده من راس الحمق كما كنقولوا. ودابا غادي نعطيكم وصفتي المفضلة لمشروب الزنجبيل اللي كنسميه مشروب المناعة الذهبي. هذا المشروب كينفع بزاف فاش كتحس براسك عيان أو فيك الرواح. المكونات بسيطة: طرف صغير د سكينجبير طري محكوك، كاس د الماء، نص حامضة، معلقة عسل حر، وعود قرفة. أول خطوة، غلي الماء مزيان في كاسرونة أو بوكال. حط السكينجبير المحكوك في كاس فارغ، من الأفضل ما تطبخوش بزاف فوق العافية باش ما يتحرقوش الزيوت ديالو، غير خوي عليه الماء طايب. ضيف عود القرفة وغطي الكاس بشي طبيصيل وخليه يطلق مدة 10 دقائق. هاد العملية التغطية مهمة باش الفوائد ما تطيرش مع البخار. من بعد ما يدفى شوية، صفي الخليط وزيد عليه عصير الحامض والعسل. شربوه بالصحة والراحة، غادي تحسوا بواحد الدفا كيسري في العروق ديالكم ديك الساعة. ولكن الكلام اللي جاي دابا مهم بزاف، واش سكينجبير آمن للجميع؟ الجواب هو لا، كاين فئات خاصها ترد البال مزيان. أولا، الناس اللي عندهم قرحة المعدة أو حرقة قوية. سكينجبير حار، وإلا تكال بكمية كبيرة يقدر يزيد يهيج المعدة ويسبب حرقة. إلا كانت معدتك حساسة، خذ كمية قليلة بزاف وشوف واش غتوالك. ثانيا، النساء الحوامل،
بالرغم من أنه مزيان للغثيان ديال الصباح، ولكن خاصو يتخاذ بحذر شديد واستشارة الطبيب، حيث كثرة السكينجبير تقدر تسبب انقباضات في الرحم لا قدر الله، خصوصا في الشهور الأخيرة. ثالثا، الناس اللي كياخدوا أدوية جري الدم. إلا كنتي كتاخد دواء بحال لاسبيرين أو أدوية السيولة، سكينجبير حتى هو كيجري الدم، وإلا تخلطوا بجوج يقدر يزيد خطر النزيف. ضروري تشاور مع طبيبك. رابعا، حصى المرارة. الناس اللي عندهم الحجر في المرارة، سكينجبير كيحفز إفراز العصارة الصفراوية، وهذا الشيء يقدر يسبب ألم للناس اللي عندهم هذا المشكل. كانت هذه حلقتنا على سكينجبير، الكنز اللي كاين في كل دار مغربية. نتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيفاش توظفوه في صحتكم. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد على فوائد الأعشاب والخضر. سؤالي لكم اليوم هو: أشنو هي الوصفة الشعبية اللي كديروا فيها سكينجبير وكتلقاو عليها الراحة؟ كتبوا لي في التعليقات، كنقراهم كاملين. تهلاو في راسكم وبالصحة والراحة.